أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أيام مراهقتي. البودكاست اللي بنرجع فيه شوية لورا ونفتش في دفاترنا القديمة ونفتكر حاجات من زمان، من أيام ما كنا لسه بنتعرف على نفسنا وعلى الدنيا حوالينا. في حاجات حصلت لينا وإحنا صغيرين وقتها ما كناش فاهمين هي إيه، وعدت وسكتنا، بس بتتحفر جوانا لحد ما بنكبر ونحس بوجعها وتأثر علينا. ومع الوقت بدأنا نفهم إن اللي حصل لنا ده كان تحرش جنسي. يلا نبدأ حكايتنا. مرة تحرش دي عمرها ما بتتنسي. أنا كنت صغيرة جدا، كنت لسه ما دخلتش أولى ابتدائي، يعني تقريبا كان عندي 5 سنين أو حاجة. بس فاكرة كويس قوي اللي حصل. وكانت ماما رايحة السوق وأنا كنت أصغر إخواتي، فهي ودتني عند جارتنا دي. هي ست كبيرة وجوزها كنا بنقول له يا جدو، وهو كان إمام جامع. وأنا فاكرة في اليوم ده لما اتحرش بيا قعدني على رجله كده، وكان في حاجة مش مريحة طبعا. فأنا كل ما انزل يفضل مقعدني وأنا مش عايزة أقعد، فما كنتش ببقى مبسوطة. كان بقى في حاجة كده خضاني، حاسة ان حاجة غريبة مش قادرة تعبري عنها يعني. ومش عارفة هو ده ايه. فانا كنت بحب اروح اقعد عندهم لانه هما ناس هاديين، هما 2 يعني هي وجوزها كبار وهاديين وكده، وانا كنت بحب اقعد عندهم. ففي اليوم ده اتخضيت جدا. دي كان اول مرة يعمل ده؟ كان اول مرة. فما كنتش مرتاحه، ففضلت قاعده جنب باب البيت بتاعهم، مش عايزه اقعد عندهم في الصاله، مش عايزه اي حاجه، مش عايزه الراجل ده يجي جنبي. حتى جاب لي ساعتها بسكوت وعصير، ما رضيتش اخده ابدا. جاب لي قصه، وانا كنت بحب القصص اللي فيها صور ملونه وحاجات من دي، ما رضيتش اخد منه اي حاجه. في نفس اليوم ده ماما جت بقى واخدتني، ففي نفس اليوم ده المغرب جاب الحاجات دي وجيت دهاني قدام ماما، رحت رميتهم في وش. بس مش قادره اقول، بس مش قادره يعني تعبري او تقولي ايه اللي حصل. اصل انت قلت الادب، انت مش متربيه، مش عارفه. ايوه، وانت طفله مش عارفه ازاي تعملي كده مع جده ومش عارفه ايه. انه انا رميت الحاجات اللي اخدها وهو واقف، اخدتهم رميتهم. لا فعلا دي حاجه مهمه حتى ان انا اروح ان انت تروحي هناك. لما هي حتى كانت توديني كنت بفضل اقول لها لا انا هفضل قاعده، انا مش هعمل اي حاجه. وفضلتي ما تعرفيش تعبري عن اللي حصل ده خالص طبعا. ويوم ما مات انا لما هو مات انا كنت في اولى ثانوي، بس انا كنت مبسوطه جدا جدا ان هو مات. سبحان الله. في علامات كده، هو سعيده جدا ان هو مات. ايوه، في علامات كده انا بتفضل بعد كده. انا حتى لما كان بيقول لي ازيك لما كبرت، انا ما كنتش برد عليه. يعني حتى الناس كلها اخواتي وامي كلهم كانوا شايفين ان انا قللت الادب عشان انا مبرد. بس انت جواكي جرح، بس مش قادره اقول، وعلامه كده هوت محفوره جواكي ما بتقولهاش. بس لما كبرت قلت انا ما بحبوش، بس أيوة. بس ما قلتش عليه حاجه. وبعدين لما يقولوا ده فلان الله يرحمه، اقول لا الله لا يرحمه. يعني الحقيقه ان انا مش قادره انسى، لان هو انتهك طفولتك. وخلى عندي غضب انه اي حد بيتحرش بيا انا ببقى عنيفه جدا معاه طبعا، علشان عارفه دوت رد فعل كنت صغيره، لا حول ليكي ولا قوه، ما عرفتيش لا توقفيه ولا تقولي حتى. فبالتالي ده بينعكس، لا انا بقى يعني انا خلاص انا كبرت بما فيه الكفايه. فعلا. ومره لقيت حد كان بيتحرش بواحده، ما كانش بيتحرش بيا بس كان بيتحرش بواحده، وهو طالع الاتوبيس رحت زقيته وقعته على ظهره من على الاتوبيس. ايوه، ده رد فعل طبيعي جدا. مش انا يعني، ما كانش أيوة. انا بس اي حد بشوفه بيتحرش بحد انا بيبقى عندي رد فعل عنيف جدا. عارفه دوت خلاني ان انا اقول لك ان عشان كده دايما بنقول للامهات اياكي تجبري بنتك او ابنك الصغير ان هو يقعد على حجر حد، لان الطفل بيبقى طول الوقت ململ وهو بيبقى مش عارف يعبر عنه، والام بالنسبه لها لا هو ابيض. انا لما بلاقي بيبي صغير قاعد على رجل حد بتبقى مع النفر، بفضل قاعده ابص كده. صح. هو مرتاح يا حبيبي ولا لا؟ بيتحرك والراجل ده مظبوط ولا مش مظبوط، حتى لو هو ابوه او اخوه او اي حاجه. بس ببقى متوتره لما بلاقي حد قاعد على حجر حد.
مهم جدا. هتفضل القصص ديت اللي بنمر بيها واحنا صغيرين بفضل لازقه في ذهننا على طول مهما مر بينا العمر يعني. طول وكده الوقت بفضل اسال ولاد اخواتي الصغيرين اللي لسه داخلين كيجو، اقول لها وانت لما بتدخلي مثلا في حد بيضايقك، الداده بتعمل لك حاجه، حد بيلمسك، برافو، صح طبعا. حد هزر معاكي، وده انعكاس للي حصل في طفولتك. بفضل طول الوقت متوتره بسبب الحكايه دي. تمام. كان تأثيرها ايه؟ اكيد كانت انعكست على حياتك بعد كده وانت كبرتي بقى. طبعا انعكست عليا كتير جدا. ازاي بقى؟ انا بقيت بحس ان انا عندي عداوة غير طبيعية مع الجيران، حتى لو هما ما عملوليش حاجة، بس انا بخاف منهم، بخاف من الجيران. انا عايزة اقولك ان انا ما عنديش الجيران عموما بشكل عام. يعني عايزة اقولك ان انا لما كان عندي 17 سنة عشت برا مصر كذا سنة، وكانوا الجيران يعني من جنسيات مختلفة طبعا. أنا ما حاولتش، يعني هم عرضوا عليا كتير وكانوا بييجوا وأنا ما كنتش بخرج أقابلهم. أنا عندي ساعتها بقى برضو كانت الصورة الحدث اللي حصل لك دوت كان هو اللي هو ده اللي في ذهني طول الوقت، انه انا مش عايزه اعرف الجيران، انا مش عايزاهم، انا بكرههم يعني علشان الواقعه اللي حصلت دي. عايزه اقول لك كمان ان انا بعد لما كبرت وخلفت، الراجل ده كان مات بقى وانا في ثانوي. لما كانوا ولاده مثلا يقابلوني ويسلموا عليا ويبقوا عايزين يبوسوا ابني او حاجه، كنت ببعدهم، اللي هو لا معلش انا ما بحبش حد يقرب منه. العداوه اتنقلت كمان، مع ان انا مع ان هم ما عملوليش حاجه وحشه، بس انا في تخيلي في ذهني بقى انه البيت ده وحش خلاص، ما حدش فيه ابدا يقرب خط احمر. فعلا كل اي علامات الم بتحصل لنا واحنا صغيرين بتفضل معلمه علينا وبتنعكس على تصرفاتنا. طبعا عايزه اقول لك كمان ان انا بقيت انا فاكره انا كنت لابسه ايه كويس جدا في اليوم ده، ما بقيتش احب البس اي حاجه بقط او اي حاجه فيها شورت. يعني حتى وانا لوحدي لما بيصادف انه في لبس شبه كده، انا برجع على طول بجد والله. برجع على طول، بحس انه لا انا ما ينفعش اعمل كده، انا مش حابه البس اللبس ده، يعني مش حابه البسه حتى في البيت، حتى بعد ما كبرت، بس مش حابه يبقى نفس الشكل. يعني كنت لابسه حاجه بحمالات وفيها فيونكه كده من فوق، فلا مش عايزه فيونكه في الحته دي. لا خالص. كانت حاجه مؤلمه جدا بصراحه. وبكده نكون خلصنا حكايتنا النهارده من ايام مراهقتي. اللي حصل ده كان جزء من مراهقتنا اللي عمرنا ما فهمناها وقتها، بس دلوقتي حابين نحكي مش عشان نوجع نفسنا، لا، احنا بنحكي عشان نفهم ونوعي ونحمي اللي بعدينا. في حاجات بنفهمها متأخر، بس عمر ما بيكون فات وقت الكلام. شكرا انكم سمعتونا، ولو عندكم قصة شبه دي اعرفوا انكم مش لوحدكم. اسيبكم على خير في حلقة جديدة من ايام مراهقتي، واحكوا معايا اللي عمركم ما حكيتوه.